الزمالك اهو هيفرحنا وينسينا اللي حصل من زيزو. ايه، الزمالك اتغلب من فرقه من جنوب افريقيا؟ يبقى الاهلي هو اللي هيفرحنا بقى بكتيبه النجوم اللي عنده. ايه، الاهلي هو كمان اتغلب من فرقه من جنوب افريقيا؟ يبقى ما فيش غير بيراميدز، الفريق المصري الوحيد اللي قدر يكسب فرق جنوب افريقيا وبقى قريب من تحقيق بطوله قاريه تاريخيه هنحكي ونتحكى عليها في السخن منه وبسمسم. بعد خروج الزمالك من الكونفدراليه على ايد فريق حتى مش عارفين ننطق اسمه، وخروج الاهلي على ايد البعبع سان داونز صاحب الخمسات اللي معلمه على تيشيرت الاهلي، بيراميدز بيحقق المعجزه وبينهي لعنه فرق جنوب افريقيا قصاد الفرق المصريه السنه دي، وبيفوز 3 على اورلاندو بايرتس. فيستون مايلي الشيبي والمدرب يوريتيتش قدروا يحققوا اللي فشل فيه امام عاشور وبن شرقي وكولر اللي كان خارج من الملعب مرعوب من الهجوم الجماهيري عليه، واللي بصراحه قالت ونصحت كتير خلال الفتره اللي فاتت وتوقعت انه هيتسبب في كارثه. بيراميدز على بعد 180 دقيقه قصاد سان داونز ويحقق لقب الاميره السمراء ويلعب بعدها كاس انتركونتيننتال، وبعد 4 سنين يلعب في كاس العالم للانديه كتاني فريق مصري بعد الاهلي طبعا. 180 دقيقه ورمضان صبحي يحقق طموح اللي قال عنه من اول يوم دخل فيه بيراميدز. كل التوفيق لبيراميدز في بريتوريا والدفاع الجوي، وباذن الله البطوله تبقى مصريه، واستنونا في حلقه نبارك فيها البيراميدز من حلو وسخن وبسمسم.